السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم والزمان ترللي زي ما انتم شايفين. أنا بص الناحية التانية، يعني هما الناحية دي مش الناحية دي، عن يميني، يعني أهل اليمين بارك الله فيهم. زي ما انتم شايفين الاستاد ده، عشان بس ما حدش يتغر ياخد مقلب، في 3 استادات مغطاة عندنا في مصر. في استاد مغطى بياخد 16,000 بالظبط، 16,000. أنا كنت كاتبهم هنا نسيتهم، مش مهم. في استاد اللي هو الصالة المغطاة الكبرى بتاخد 16,000 شخص، ادي كل الحكاية. والصالة المغطاة مش مليانة قوي زي ما انتم شايفين، دي الصالة الكبرى. يعني هنفترض ان الكبرى هي اكبر حاجة عندهم، دي بتاخد 16,000 واحد. لما تتملي عن اخرها، يعني المقاعد بتاعتها 16,000 مقعد، عشان ما يغركوش بس الشكل والمنظر تقولوا ان دول 100,000 600,000 700,000، لا. ومن فوق زي ما انتم شايفين الاماكن فيها اماكن فاضيه. الصاله الثانيه بتاخد 1600 والصاله الثالثه بتاخد 750. انما هنعتبر ان دي الصاله الكبرى، مفيش اكبر منها خلاص، هي دي الصاله المغطاه الكبرى في مصر كلها. ادي زي ما انتم شايفين في اماكن فاضيه، او يمكن ده السلم، مش مشكله. انما هنشوف فوق لو يطلع الكاميرا فوق. الكاميرا مش بتاعتنا، الكاميرا مش بتاعتنا، ما نقدرش نتحكم. زي ما انتم شايفين عاملين استعراض جامد جدا جدا، وبعدين يسالوا ليه بتقولوا هم واحنا؟ دول هم، دول هم. وفضيلة الشيخ بارك الله فيه يقول لك اول مره اشوف مسلم بيقرا القران بيتاثر، وكأن الملك فاروق، انا هرجع للملك فاروق، وكأنه كان كافرا، وكان عبد الناصر كافرا، وكان انور السادات كافرا، وكان حسني مبارك كافرا. ما كانوش كفار، لا، كانوا حكام مسلمين، ليهم اخطائهم، ليهم عيوبهم، ليهم اي حاجه. زي ما قول زي ما انت عايز. اعترض على حكم عبد الناصر بالمره، سيبك انا بحب عبد الناصر، انا ما بحبوش، ماليش، مش علاقه، مش موضوعنا. اعترض على حكمه بالمره، انما ما تقولش ابدا انه ما كانش مسلم وما كانش بيتاثر بالقران، لان دي حاجه بينه وبين ربنا. اول حاكم مسلم، يا سلام يا سلام، كده هو على طول كده. ونسيت القران؟ انت نسيت القران يا فضيله الشيخ اللي بيقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى؟ نسيت القران الكريم اللي بيقول الكلام ده؟ ولا الكلام ده من عندنا؟ ولا الكلام ده حديث ضعيف؟ ده سوره النجم، مفيش يعني القران كريم، مفيش فيه هزار. ربنا سبحانه وتعالى عالم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى عالم بنفوس البشر إنها ضعيفة، ولذلك إدى تعليمات صريحة: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يا خسارة يا فضيلة الشيخ، تطلع منك وأنت رجل مسن ورجل كبارة ورجل صاحب لحية عظيمة وصاحب، يعني ممكن يكون انا الحقيقه ما اعرفش مين الشيخ ده، انما يعني لك كل التقدير، لانك تعرف دينك بالتاكيد. فما كانش صح ان تطلع منك الكلمه دي. ان انا فخور بان انا موجود في اول حاكم اسلامي بايه؟ قال له صليت وصمت. طب وايه يعني؟ انا مالي، انا عايز العدل. كان سيدنا محمد ادى الحكم لابو ذر الغفاري، اداله ولايه، قال له انها امانه، وانك ضعيف، وانها خزي وندامه يوم القيامه. ابو ذر الغفاري اللي قبيله غفار كلها اسلمت بيه، وكان من اعز اصدقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضيش يديله ولايه مش الحكم كله، ولايه يعني محافظ طنطا كده، يعني زي محافظ طنطا او محافظ القليوبيه. قال له انها امانه وانك ضعيف وانها خزي وندامه يوم القيامه يا ابا ذر، يعني ما تورطنيش معاك، لا مش هعمل كده. وابو ذر كان بيصلي الفجر حاضر، والجمعه حاضر، وكل الصلوات حاضر، ومؤمن ايمان رائع، ومن الصحابه ومن الناس الافاضل الاكابر يعني مش البشوات، اكابر يعني اكابر في العقيده وفي الدين وفي الايمان وفي المسامحه وفي الحب. وكان ابو ذر الغفاري ده اول معارض في الاسلام، اول من اعترض على بعض تصرفات سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا عثمان بن عفان طرده من المدينه. اول معارض في التاريخ الاسلامي،
ده اللي قال له رحم الله ابا ذر عليه الصلاه والسلام الرسول، قال له رحم الله ابا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. شوف الحب، شوف حب سيدنا ليه وتوقعه ليه ان هو هيعترض على عثمان وهيطلع. وفعلا سيدنا عثمان مشاه في حته اسمها الزبده ولا الزبده وراح قعد فيها ومات فيها وحيدا. حصل بالظبط زي ما قال. واللي شهد على الحكايه دي عبد الله بن عباس، هو اللي دفنه لما شافه ميت، قاعد ميت ومراته قاعده جنبه مغسلاه وعاملاه ومش قادره تحفر الحفره. هو قال لها حطيني في الطريق واي حد معدي يبقى يدفني. عدى عبد الله بن عباس حبر الامه، عبد الله بن عباس ده، فقال صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام رحم الله ابا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. وفعلا دفن في مكان موجود اظن قبره لغايه دلوقتي في حته مكان كده مع معلمينه اعتقد كده. ده سيدنا محمد ما رضيش يديله الحكم لانها امانه. فما تقوليش، ما تضحكوش على الناس، كفاياكوا ضحك على دقون الناس بقى، كفاياكوا بقى، كفاياكوا يعني، كفاياكوا انكم تقعدوا تقولوا قال الله وقال الرسول، وده حرام، ده حرام كبير. انا لا مش بكفر بس بقول لكم ان ده غلط، ان ده غلط. ما اقدرش انا دلوقتي قدامي واحد لو شفته بيشرب خمره ما اقدرش اقول انه هيروح النار، ما اقدرش، مش في ايدي، مش بتاعتي. النار دي مش بتاعت حد فيكم يا رجاله يا وحوش.